ايه فتحية، مالك قاعدة كده ليه؟ حد بيطاردك؟ أنا بريء. أنا اتجبط عليا ظلم. كنت ماشية في حالي، دخل رمضان لقيت نفسي مكبلة. يعني انتي طول السنة كنتي شطانة، ولما رمضان جه فجأة بقيتي بريء؟ غلط. وإيه يعني؟ الشيطان نفسه كان ملاك قبل ما يوقع في الغلط. بس هو نادق. لا بس هو كان ملاك في يوم من الأيام، وأني كنت بني آدمة بريئة بس بصلي قبطان. يعني انتي اوفشلي كنت داخلة مع اللي بيتسلسلوا، صح؟ ايوه، بس حاسة ان في شوية منهم هرب. عندك فكرة بيروحوا فين؟ شاكة انهم في المصالح الحكومية، كل ما تروحي تخلصي ورق تلاقي الموظف بيقولك تعالي بعد العيد. او في الميكروباصات، السواق اللي دايما يقولك ناقص فردة وهنطلع، ده اكيد شيطان حر طليق. منطقي جدا. بس سؤال بجد، هل فعلا الشياطين دي بتتسلسل في رمضان، ولا دي مجرد حاجة الناس بتقولها؟ بصي، هو المفروض كده، بس واضح ان في شياطين معاها تصريح شغل رمضان. طب استني بقى، خليني اقولك حاجة. الحديث الشريف بيقول إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النار وصفدت الشياطين. يعني فعلا الشياطين بتتسلسل؟ أيوة، بس العلماء بيقولوا إن المقصود مش كل الشياطين، وإن المقصود هنا هم الكبار منهم بس. أما النفس البشرية بقى فدي حاجة تانية خالص. أهو ده بقى يفسر ليه لسه في ناس في رمضان بتعمل مصايب. بالظبط، لأن مش كل الشر سببه الشيطان، في حاجات جوانا إحنا لازم نحاربها بنفسنا، لأن الشر ما بيقفش والناس لسه بتعمل مصايب عادي. هو أنت يا أختي فاكرة الشياطين بس اللي بتوسوس؟ لا يا أختي، النفس البشرية عندها ورش إنتاج أفكار شريرة 48 ساعة في ال 24. يعني حتى لو الشيطان أخد أجازة، في ناس شغالة بالورديات. بالظبط، تلاقي الشيطان أول يوم العيد بيبص على الناس ويقول أقسم بالله ما كنت أقدر أعمل فيكم كده. طب سؤال مهم يا فتحية، هو المخ ممكن يتوهم بحاجات مش موجودة أصلا لما الواحد يكون صايم وتعبان؟ طبعا. أنا لو قعدت يومين من غير أكل ممكن أشوف الكرسي بيتكلم معايا وأسمع التلاجة بتناديني بالليل. وده يفسر ليه بعض الناس بيتهيأ لها حاجات غريبة في رمضان، زي اللي يقولك أنا شفت ظل أسود بيجري في البيت، وبعد شوية يطلع ابن أختها عادي بس لابس ترنج أسود. أنا نفسي كل رمضان كنت بحلف إن في عفريت في البيت، لحد ما اكتشفت إن ده أخويا الزجرد اللي بيصحى الساعة 3 الفجر يدور على الفوق. يعني جزء من الخرافات دي ممكن يكون سببه إن الناس بيتهيأ لها حاجات، وممكن يكون سببه الأفلام والمسلسلات. أختي كل شوية فيلم عن الجن اللي بيسكن في بيت والعفريت اللي بيطلع في الحمام. بقت عندي أزمة نفسية، بقفل الحمام وأنا بقرا الموزات. طب هو فعلا كل ده خوف حقيقي، ولا في شعوب استخدمت فكرة الجن كوسيلة للتحكم في الناس؟ بصي، أي مجتمع عايز يخلي الناس تلتزم بالقواعد لازم يخوفهم بحاجة مش ملموسة. وأصلا التخويف ده كان أداة قديمة جدا من أيام الفراعنة. الناس كانت بتستخدم الأساطير عشان تخلي البشر يمشوا على العجين ما يلخبطوش. يعني بدل ما يقول لك ما تسرقش عشان القانون، يقول لك ما تسرقش عشان المعبد ده عليه لعنة وهتنقلب ضفدع. واحنا الايام دي الحسد والعين والشيطان شغالين فول تايم. منطقي والله، لان فكره العقاب بتخلي الناس تفكر 1000 مره قبل ما تعمل حاجه غلط. بالظبط، فبدل ما يقول لك ما تسرقش عشان القانون، يقول لك ما تسرقش عشان في عفريت هيجي لك بالليل ويجرك من جوه. طب بما ان رمضان بقى فرصه للتغيير، مش ناويه تبطلي غلاسه؟ بصراحه لا، الغلاسة بالنسبة لي أسلوب حياة. أنت عارفة يا فتحية إن رمضان مش مجرد صيام وأكل بس، ده فرصة كبيرة إن الواحد يعيد ضبط نفسه. بتحرجيني يعني؟ طب حس كده بقى، أنا هحاول أبدأ أبطل غلاسة. حلو جدا، هتبدأي إمتى؟ بعد رمضان، خلينا نعيش اللحظة. وبعدين التغيير ده محتاج تجهيز نفسي، وأنا مش مستعدة نفسيا.